من اليوم حبيبتي ما تزيديش تقولي شربة الفريك تاعي ما تجينيش بنينه وكيما ندير لها تجيني صامته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم غالياتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. طلبتوا مني بزاف ندير لكم شربة الفريك وكما راكم تشوفوا جبت لكم الوصفه من اروع ما يكون. شربة الفريك على طريقه ناس الشرق بنة العرس، جبتها لكم بمقادير مضبوطه من الفريك للماء للملح للطماطم لكلش هكا باش ان شاء الله كامل تجربوها بالطريقه هذه رايحين تنجحوا فيها وتخرج لكم بنينه العسل يا البنات. نتمنى ان شاء الله تتبعوا لا فيديو من الاول للاخير. نقول لكم هذا الشربه تاع الفريك راح توليو معتمدينها طيله شهر رمضان الفضيل. اروح نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. هنا حبيباتي عندي كميه من اللحم درتو هكا دي مورسو، وعندي هنايا كويس تاع الدجاج، تقدروا ديروا كركاس تاع الدجاج يعني كيما تحبوا نتوما. انا لهنا الشوربه تاعي تاع نهار اليوم درتها مزيج ما بين اللحم والدجاج كيما نعرفوا. الشوربه تاع الفريك كي تكون ما بين يعني اللحم والدجاج راح تجي بزاف بنينه. واللي حبت دير اللحم وحده لكن الحريه حبيبتي، واللي حبت كذلك ديرها بالدجاج وحده لكن الحريه حبيبتي. صدقوني حبيباتي حتى وديروها غير بالدجاج تجيكم بنينه عسل. انا حبيبتي في طريقه التحضير جبت هنايا البرمه تاعي تاع الطين اللي عندها تاع الطين. نقول لك عليك وعلى هذه يعني البرمه هذه تاع الطين راح تزيد لك البنه على البنه. واللي ما عندهاش تقدري حبيبتي طيبيها في لاكوكوط عادي. صبيت كما كنتو تشوفوا اللحم تاعي والدجاج. درت هنايا 3 مغارف كبار تاع الزيت، يعني راح نحاول نعطيكم مقادير مضبوطه في كلش. عندي 3 ملاعق كبيره تاع الزيت، عندي نصف ملعقه كبيره تاع السمن اللي رايحه تعطيكم واحد البنه كيما يعني نصيب تاع العرس. ديروا السمن، اللي ما عندهاش السمن تقدري ديري حبيبتي لا مارغرين. عندي حبه تاع بصل متوسطه، عندي 2 سنينات نتاع ثوم، حبه تاع طماطم متوسطه كما كنتو تشوفوهم. رابيتهم فرقي كامل كما تقدروا يعني تاشيوهم في الاشوار. انا نحب نرابيهم فرقي يعني باش لاصوص تاعي ما تجينيش كامل فيها هذيك الشوائب. درت هنايا كميه من الفلفل الاسود، عندي هنايا كزبر وعندي بابريكا. تقدروا ديروا البابريكا حلوه ولا الحاره كيما تحبوا، انا عندي لهنا الحلوه. كما راكم تشوفوا هذو هما فقط التوابل اللي نعتمدوهم في الشوربه تاع الفريك. عندي نصف ملعقه كبيره تاع الملح. قلت لكم حبيباتي الشوربه ما نديروش فيها راس الحانوت، يعني حنا ناس الشرق ما نديروش راس الحانوت، نديرو غير ملح فلفل اسود وبابريكا. درت كما كنتو تشوفوا عرف تاع كرافس. عندي ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، نصف ملعقه كبيره تاع الهريسه اللي تقعد اختياريه كما راكم تشوفوا. خلط كلش مع بعضه في المرميطه تاعي، وندي المرميطه ولا عفوا البرمه تاعي على نار قليله. يعني في الاسرى تاع البنه تاع شوربه الفريك تاعكم انكم تخليوها تتقلى على نار تكون بزاف بزاف قليله، سواء درتو في البرمه هذه تاع الطين ولا في الكوكوط. بالنسبه للنار قلت لكم قليله خلاص، وخليتها تتقلى مده نصف ساعه حتى وين شفت خرجت لي هذيك الزيت من الفوق. تعرفوا بلي يعني دات حقها في التقليه تخرج لكم الزيت على يعني هكا من الفوق، يولي الزيت هذاك طافي من الفوق. مرقتها هنايا بزوج لترات تاع الماء يكون سخون، يعني اذا بالاخص اذا خدمتوا بالبرمه هذه تاع الطين لازم التمراق يكون بالماء سخون. ميم اذا درتو في لاكوكوط التمراق يكون بالماء سخون باش الشوربه تاعكم تجيكم ببنينه. غلقت عليها وخليتها يعني الطيب حتى وين يعني طيب لي شويه واحد ربع ساعه 20 دقيقه. رحت هنا حبيباتي كما راكم تشوفوا جبت هنايا 4 ملاعق كبيره تاع الفريك كما راكم تشوفوا. حطيتها هكا في صحن ودرت لها كميه من الماء ونروح نصفي هذاك الماء، يعني نغسلو الفريك تاعنا اذا كان يعني شتو فيه شوائب ولا تقدروا حتى تغسلوه مرتين. هكذا حبيباتي بعد ما كنت غسلت الفريك تاعي، بعد ما يعني غلات لي الشوربه تاعي قلت لكم واحد ربع ساعه هكاك نجي هنايا نرمي الفريك تاعي بهذه الطريقه. هكذا قلت لكم نص ساعه والمكونات هذوك السابقه يتقلاو لمده نصف ساعه على نار قليله. مرقت بزوج لترات تاع الماء يكون سخون، من بعد خليتها يعني تغلي واحد ربع ساعه ونجي هنايا نصب الفريك تاعي نخلطو هكا بالملعقه الخشبيه، نغلق على الفريك تاعي ونخليه حتى يطيب. هنا حبيباتي يعني تروحوا تتفقدوا الدجاج تاعكم اذا كنتوا درتوا الدجاج. كي تشوفوا بلي يعني الدجاج طبعا راح يطيب لكم قبل اللحم، تنحيو يعني هذاك الطرف تاع الدجاج تاعكم وتخلوا يعني الفريك يكمل طيابه مع اللحم. هنا حبيباتي كان يعني الفريك تاعي طاب يعني واختارت لي الشوربه تاعي ما شاء الله. ضفت لها هنايا قرن تاع الفلفل قسمته على 2 انه موش حار، يعني حار حاجه خفيفه فقط. وضفت هنا كيما راكم تشوفوا يعني كميه هكا مليحه تاع الدبشه ولا القزبر.
نخليوها حبيباتي تغلى لنا شويه، واحد 10 دقائق ولا قسم يطيب لنا برك هذاك الفلفل، ونطفيو عليها. درت له هنايا رشه تاع الدبشه ولا القزبر، يعني اذا كنتوا تحبوا الدبشه كيما انا نحب بزاف الدبشه في الشوربه. وهاي لكم هنا حبيباتي طفيت عليها، خليتها يعني ركحت شويه واحد 5 دقائق ولا. شوفوا لي كيفاش يعني طلقت لي هذاك الليدام من الفوق، عطات لي هذيك الطبقه لاكوش هذيك تاع الليدام تجي بزاف بنينه. شوفوا لي هنا حبيباتي القوام تاع الفريك تاعي ما يجيش خاثر يعني معجن وما يجيش مايه، يعني القوام تاعنا نحبها تكون متوسطه، ما نحبهاش خفيفه وما نحبهاش ثقيله بزاف، يعني نحب القوام تاعي يكون متوسط. وهاي لكم هنا حبيباتي اللي تحب يعني دير لها عصره تاع القارص لكم الحريه، هنا ما نديروش يعني ما نعصروا لهاش القارص، نكتفي فقط بالقزبر ولا الدبشه. وهذا ما كان. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، حاولت نعطيها لكم بمقادير مضبوطه باش ان شاء الله كامل تنجحوا فيها، بالاخص المبتدئ طلبتوا مني نجيبها لكم بمقادير مضبوطه. نقول لكم جربوا هذه الوصفه صدقوني راح توليو معتمدينها يعني طيله شهر رمضان حتى في الايام العاديه، سواء درتوها مزيج ما بين اللحم والدجاج ولا ديروها غير باللحم ولا غير بالدجاج تجي بنينه عسل. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها. نقول لكم حبيباتي صحه رمضانكم، ربي يتقبل من ان شاء الله منا ومنكم صالح الاعمال. نصوموا ان شاء الله بالصحه والهنا. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.